سلام يسوع. واحد بيقول أرمية 33:14 بيقول ربنا ها أيام تأتي يقول الرب أقيم الكلمة الصالحة التي تكلمت بها إلى بيت إسرائيل وإلى بيت يهوذا. بيقول لي أرجو أن أشرح هذه الآية. شوف يا صاحب السؤال، الآية دي هتتم على مرحلتين، مرحلة تمت فيها ومرحلة لسه هتتم فيها. نمسك أولا المرحلة اللي تمت فيها. أرميا النبي قال لهم إنكم انتوا اتثبتوا وأورشليم اتهدت والهيكل اتهد وانتوا اتخذتوا واتحطيتوا في بابل وأشور، بس أنا هديكم وعد، كلمة صالحة. ايه هي الكلمة الصالحة؟ ان ارجعكم بعد 70 سنة، وقالها على لسان أرميا. وفعلا اقام الله كلمته الصالحة. ازاي؟ سخر قلب كورش الفارسي ملك فارس، يعني بعد ما انتهت مملكة بابل وأشور جت مملكة فارس، وربنا سخر قلبه انه يقول لليهود والإسرائيل انا جاني فكر ان لازم بيت الله يتبني وأورشليم تتبني، واللي قلبه مسخره يتفضل. وأقام الله كلمته الصالحة عن طريق عزرا وزربابل ونحمية، واداهم الأدوات اللي كانت وكل الحاجات بتاعت الخيمة اللي كان أخدها نبوخذ نصر، طلعها من المخازن واداها لهم، واداهم فلوس، وراحوا أورشليم وبنوا الهيكل، وأقام الله معهم كلمته الصالحة. لكن نلاحظ ان بعد ما صلبوا المسيح قال لهم المسيح كلمة صالحة، بس قبلها قال لهم هوذا بيتكم يترك لكم خرابا. وده اللي حصل سنة 70 ميلادية، ان جه تيتوس الروماني وهد أورشليم على اللي فيها وتشتتوا 2000 سنة وشوية. فربنا قال لهم كلمة صالحة. ايه هي الكلمة الصالحة؟ قال يترك لكم خرابا لا ترون وجهي حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب. هم رجعوا لكن لغاية دلوقتي لسه ما قالوش مبارك الآتي باسم الرب، يعني ما اتفتحتش عينيهم على المسيح يسوع. لما تنفتح عينيهم على المسيح يسوع ويؤمنوا بيه، على طول يبقى يقيم لهم الله كلمته الصالحة. هل تولد أمة هل رأيتم أمة تولد في يوم واحد؟ ودي مش هتيجي ليهم غير لما يدخلوا في الضيقة العظيمة ويتضايقوا فيصرخوا ليسوع ويسوع ينقذهم. يسوع يبارك حياتك. سلام يسوع. الكتاب المقدس بيقول اكرم أباك وأمك لكي تطول أيام حياتك التي يعطيها إياك الرب إلهك على الأرض. فهل فعلا إكرام الوالدين يطيل عمر الإنسان؟ وإن كانت هذه بركة أرضية كما كان في العهد القديم، فالعهد الجديد أتى ببركات سماوية، والعمر الطويل ليس دليل على أي بركة سماوية. شوف يا صاحب السؤال، فعلا بركات إسرائيل كانت بركات أرضية. حتى الكتاب يقول لك فلان مات شبعان عمر أو شبعان أيام. حتى يعقوب لما دخل قدام فرعون وبيقول له كم سنو حياتك يا شيخ؟ قال له 130 سنة، وقال قليلة ورديئة ولم تبلغ سني أبائي، يعني أبائي عاشوا أكتر منا. فكانوا بيعتبروا أن طولة العمر ده نوع من البركة. يبارك أيام حياتك التي يعطيها إياك الرب إلهك على الأرض. طيب في العهد الجديد إكرام الأب والأم هيطيل أيام حياتك في الهدوء والسلام والفرح، مش بطول العمر. يعني هيدي لك سلام داخلي، يدي لك نعمة، تعيش السماء وانت على الأرض، فتبقى كأنك انت سماوي وانت في الأرض، لأنك أكرمت أبوك وأمك. يسوع يبارك حياتك. سلام يسوع.
في واحد بيقول أحب سماع الموسيقى في الأغاني كنوعية الموسيقى نفسها وليس كلمات الأغاني، فأنا لا أهتم بالكلمات لكن بالموسيقى والألحان، وأحب سماع الموسيقى بكل أنواعها، وطبعا ألحان كنيستنا الجميلة. هل هذا يليق أو لا يليق؟ لأني أعلم أنه لا يوجد حرام ولا حلال. الموسيقى هي دي أصوات تسابيح الملائكة، وعمر ما كانت الموسيقى حرام، الموسيقى حلال. لكن الأغاني إيه نوعية قصة الأغنية؟ أغاني العالم كلها تتلخص في جملة واحدة: أنا حبيتك وانت نسيتني وانت بعتني وانت دورت على غيري وانت قلت انك ما تعرفنيش. طيب أغني للي جرحني ولا أغني للي جرح من أجلي؟ ليك أن تغني وترنم وتسبح للي مات من أجلك. والموسيقى دي والأغاني دي صوت ترنم وخلاص في خيام الصديقين. فاسمع الموسيقى كموسيقى، لكن الأغاني في كلماتها صدقني ما هتخرج عن هذا الوضع، إنك أنت جرحتني، أنت بعدت عني، أنت سبتني، وتبتدي تتغنى وتقول الكلام ده وتقعد في العتاب. بدل ما تغني أغاني العتاب غني أغاني الشكر والمحبة لربنا يسوع المسيح. يسوع يبارك حياتك.